السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم حلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم ازاي نقدر نعمل باسورد او كلمة مرور لملف الاكسل بتاعي، بمعنى ان انا لما اجي اخش عليه يطلب مني باسورد، ازاي اقدر اعمل كده وازاي اقدر الغيه وقت ما انا عايز. لو معانا دلوقتي شيت اكسل دلوقتي اللي احنا فاتحينه دوت، وعايز اعمل للشيت الاكسل دوت باسورد، هخش هنا على قائمة فايل، هاجي اختار عند انفو بروتكت ورك بوك، واختار تاني واحدة. الاقي هنا بيقول لي عايز تدخل الباسورد بتاعك، فانا هدخل 1 2 3 4 واقول له اوكي، واعيده تاني واقول له اوكي، وارجع كده على الفايل بتاعي واعمل واجي اقفله واروح عامل سيف. تمام. لو جيت دخلت عليه تاني بالشكل ده، الاقيه طلب مني الباسورد بتاعي، اروح مدخل الباسورد وقايل له اوكي، فتح معايا بكل سهولة. طيب انا لو عايز دلوقتي بقى اشيل الباسورد دوت، اعمل ايه؟ نفس الموضوع، هخش على قائمة فايل، على انفو، واختار بروتكت ورك بوك، واختار تاني واحدة هتطلع لي، اعمل ان انا امسح الباسورد دوت واقول له اوكي بالشكل دوت، وبعد كده ارجع تاني على الشيت اللي انا كنت فيه واجي اقفله واعمل سيف. لو جيت فتحته تاني بالشكل ده كده، فتح على طول، مفيش باسورد. دي طريقة. في طريقة تانية برضو ان احنا ممكن نعمل بيها باسورد. لو انا جيت هنا وعملت هستخدم هنا سيف از، لو جيت هنا استخدم سيف از، وان انا هسجل مثلا على الديسكتوب، فلازم اختار يعني اختار اسم بعيد عن الاسم الفايل اللي انا بستخدمه. فانا هعمل مثلا هنا مثلا ايا كان 1 2 3، واجي هنا عند تولز دي وهختار حاجه اسمها جنرال اوبشن. تمام. فهنا جنرال اوبشن بيقول لي في باسورد للفتح وفي باسورد للموديفاي لو انت عايز تعدل ولا حاجه. فانا هستخدم الباسورد للفتح بس بتاع الجهاز، فهختار اكتب الباسورد بتاعي 1 2 3 واقول له اوكي. هيقول لي عيدها تاني، اقول له 1 2 3 واقول له اوكي، واقول له سيف. تمام كده. هقفل الشيت دوت، هلاقي الشيت هنا على الديسكتوب اسمه 1 2 3. لو جيت فتحته هيطلب مني الباسورد، اقول 1 2 3 واقول له اوكي، هيدخل معايا. طيب لو انا عايز برضو اشيل الباسورد، ادخل برضو على قائمة فايل، انفو بروتكت ورك بوك، واختار تاني واحدة واقف على الباسورد كده وامسحه وادوس اوكي. بعد كده ارجع اسيف الشيت بتاعي على الوضع الجديد واعمل سيف بالشكل ده. لو جيت فتحته تاني بالشكل ده، فتح معايا عادي جدا من غير باسورد. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.